الغزاله بتاعتي من بعد الماتش بتاع الاهلي ومودرن سبورت مكتئبه يا جماعه، مكتئبه مش لاقي لها حل، فانا مش هسيبها كده. اعمل ايه؟ اقول لها نكته، لازم أنا اقول للغزاله نكته عشان ايه حاله الاكتئاب دي تفك. بيقول لك فيل دخل كافيتيريا طلب ارجيله من غير بربيش. انت ما بتضحكش ليه؟ مش فاهمه النكته عشان النكته نكته شامي. بيقول لك فيل دخل كافيتيريا طلب شيشه من غير لي عشان الخرطوم بتاعه هيستخدمه. اضحك يا غزاله، زعلانه من ايه؟ مش عاجباك النكته؟ اقول لك نكته تانية. فيل اتجوز نمله، بعد 4 شهور كده اختلفوا مع بعض، فالفيل طلق النمله، فالنمله بتقول له شو بدك يا زلمه؟ طب والفيل اللي ببطني؟ يا غزاله، الغزاله مكتئبه يا جماعه، عليها حق والله الغزاله تكتئب. صرفت المليارات دي كلها، 500 مليون تريزيجيه و500 مليون زيزو و3 مليون لكولر وامام عاشور والساعي والعش وياسين منعي وهلم جرى سيادتك، وفي الاخر تتعادل مع مودرن سبورت مع كامل احترامنا بمساعده طارق مجدي والتحكيم الفاجر. يا باشا الاهلي من غير تحكيم فاجر مش هيعمل اي حاجه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين.